السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. حابب أعمل لحضراتكم الفيديو النهاردة بخصوص شيء مهم محدش بيتكلم عنه. بسيط، ولكنه يعتبر سر حربي يعني عند الناس اللي بيزرعوا الأزولة. وأغلب الفيديوهات بتتكلم عن عندنا أزولة، الأزولة تنب قد كده، شوف الأزولة تحط قد كده مش عارف إيه على الأزولة. ولما يجي يكون في مشهد زي اللي حضراتكم شايفينه ده كده، يعني انا اقرب الفيديو، الازوله ما شاء الله تبارك الله كثيفه بالشكل ده كده، تمام. ما يقولكش كثافه الازوله دي ناتجه عن ايه، يعني في كل الاحواض كده ما شاء الله تبارك الله. لو خدنا جوله كده في كل الاحواض، بسم الله، الازوله كثيفه بالمنظر ده. وانا تعمدت ان انا اعمل الفيديو ده لحضراتكم والازوله بالشكل ده بالكثافه دي عشان انوه عن الموضوع ده بيتم نتيجة ايه. تمام. كثافة الازولة دي واللي بيعتبروه سر من الاسرار الحربية، يعني هو مش ناتج عن كثرة التغذية او المغذيات او التسميد او نوع التسميد. يعني سواء انا سميت ب كومبوست نباتي، فيرمي كومبوست، كومبوست حيواني، سباخ، سماد، دواجن، ابقار، نوع الأزولة نفسها سواء كان بناتا أو خلافه، ده مش هو السر في إن الأزولة تكون كثيفة أو لا. وجود حشرات في الحوض أو لا، كل دي عوامل ثانوية. إيه اللي بيخلي الأزولة بالكثافة دي ما شاء الله تبارك الله كده زي ما حضراتكم شايفين، وكله يمدح في الأزولة بتاعته، والأزولة جميلة والأزولة زي الفل، وتعالى أنا في المكان الفلاني تعالى خد مني أزولة. ايه اللي بيخلي الازوله بالكثافه دي؟ اللي بيخلي الازوله بالكثافه دي لعدم الاطاله هو ان دوره حياه الازوله من 4 ل5 ايام. دوره حياه الازوله من 4 ل5 ايام. الازوله طبعا في حجمها الكبير هو بيتوقف عند حجم معين وخلاص، نموها بتتوقف، هي بتكتمل نموها عند الحجم ده. بيكون موجود في الحوض، وفي اي حوض البراعم الصغيره، النباتات الصغيره من الازوله اللي لسه بتنمو. لما احنا بنشيل من الازوله اول باول، تمام، بتتمدد الازوله الصغيره عشان تكون السجاده اللي حضراتكم عارفينها. لكن الكثافات دي ان انا بسيب الازوله مده او فتره اطول، لان دوره حياه الازوله من 4 ل5 ايام. تمام. طيب سبتها 6 7 8 ايام، بتكون بقى البراعم اللي هي الصغيره دي اكتمل نموها، فبتبتدي ترفع الازوله القديمه وتتمدد هي تحت منها. يعني اللي احنا هنشوفه ده او اللي احنا شايفينه ده هو الازوله الاقدم من الازوله اللي كانت صغيره وابتدت ايه، تكبر ويكتمل نموها، ولكن تحت الازوله المكتمله النمو اللي حضراتكم شايفينها. فاصبح ان كثافه الاحواض اللي حضراتكم شايفينها مش نتيجه التغذيه، وده اللي بحب انوه عنه. يعني ما تقعدش تحط لما تشوف فيديوهات موجود فيها الازوله بالكثافه دي، دي شاربه مغذيات تمام، افضل احط في ازوله، احط في انا اسف، احط في مغذيات، احط في تسميد، اسمد. ان النتاج عن ده، النتاج عن ده ان الازوله تتحرق مني ويضيع كامل المحصول، واقول لا انا حطيت الازوله بس ما نفعتش عندي. الكلام ده مش سليم ومش مظبوط. في هنا يمكن هنا واضح اكتر شويه، الجزء ده مش عارف واضح لحضراتكم في الصوره ولا لا، اهو بالشكل ده في طالع فوق الحوض، يعني الجزء ده مكرش لفوق اهو بالمنظر ده كده، اهو مكرش فوق او طالع عامل كيرف كده فوق الحوض. يعني لو جبته كده بالمنظر ده كده اهو، مش عارف واضح. فمش حضرتك عشان تزود كثافة الأزولة أنتم عامل إيه؟ تزود مغذيات. ده الأمر اللي حبيت أنوه عنه النهاردة، ومش حابب أطول أكتر من كده عشان ما يبقاش حجم الفيديو كبير. وفي رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم.